أهلا وسهلا فيكم متابعيني فيديو جديد. وفي البداية حبيت أشكركم على المشاهدات اللي عطيتوني إياها في الفيديو الماضي. اليوم جيتكم بوصفة جديدة وفيديو جديد. حبيت أشارككم بعض الخطوات اللي أنا أسويها لما أسوي باستا اللحم، تخلي الباستا حلوة ولذيذة وكأنها من المطعم. أوكي. أول شي لما أستخدم اللحم أنا ما أستخدم فيه ولا نقطة زيت، فهذا الشي يعطيه كيف أقول لكم، ما تكون يعني اللحمة مدهنة بزيادة، أو لما تاكلي الباستا تشوفيها تلمع كذا من الزيت اللي فيها، لا، يعطيها يعني والطعم مالها يكون أحلى. ما أعرف إذا وصلتكم الفكرة، بس يكون طعمها أحلى لما تكون الدهنة هي نفسها اللي موجودة في اللحم. أوكي. ثاني شيء أنا أسويه دايما أفرم الخضار فرم ناعم، عشان في نفس الوقت يعني يعطيني ثقل للباستا، أو الصوص اللحم يعطيني فيه ثقل، وفي نفس الوقت أولادي ياكلوا خضار بدون ما أتعب معاهم. انتوا عارفين الأطفال صعب جدا نعطيهم أي خضار. في أطفال ما شاء الله متعودين وشطار ويحبوا، لكن أنا أولادي يتعبوني في سالفة الخضار. فكيف أسوي في أي وصفة أصلا عندي دائما أفرم الخضار بفرم ناعم عشان ما أتعب معاهم. بعد ما أسوي اللحم وأخلي عليه الخضار مثل ما قلت لكم ويكون مفروم ناعم، أحط بس فلفل أسود وثوم وملح وبصل بودرة. إذا ما عندي هذه الأشياء عادي بستخدم الثوم الفريش والبصل الفريش مع الفلفل الأسود والملح. وطبعا الخطوة الثانية أو كيف أقول لكم التركاية الثانية مثل أخواننا المصريين ما يقولوا، إني دايما في تسوية اللحم الحين اللي أسويه أضيف ماي سلق الباستا نفسها، ما أضيف ماي جديد، يعني فاهمين علي؟ الماي اللي سلقت فيه الباستا أو المعكرونة مالي أحطه في اللحم، الطعم يختلف تماما، يتحول ويعطيك لذاذة حلوة في الأكل. هذه هي. المهم أحطه يستوي مثل ما خبرتكم. هي ثلاث نقاط: إني ما أستخدم دهن أبدا، ولا زيت زيتون ولا الزيت العادي ولا زبدة ولا أي شيء. وثاني شيء إني أفرم الخضار فرم ناعم. أي نوع خضار عندي حبيت أضيفه على الباستا يكون مفروم ناعم. كذا تضربي عصفورين في حجر، منها ياكلوا الأولاد الخضار، ومنها يعطي ثقل حلو للحم. هذه هي. بعد ما يستوي وكل شيء براويكم آخر خطوة أسويها، واللي تعطي يعني تفرق وتعطي اللحم والأكل بشكل عام يعطيه طعم مختلف. راح أوريكم الحين. شايفين أول شيء في البداية راح أخذ اللحم بعد ما استوى وأحطه على الباستا أو المعكرونة وأخلطهم مع بعض وأخليهم مع 10 دقائق عشان الباستا تاخذ طعم اللحم. وفي نفس الوقت إذا كان في ماء زيادة ينشف الماء، ولما ينشف يعني يروح في الأكل، ما أضطر أرمي الماء، مع أنه يعني يعطي طعم حلو مثل ما خبرتكم. شايفين مكست اللحم مع المعكرونة وراح أغطي عليهم وأخليهم 15 دقائق على حسب كمية الماء اللي موجودة عندي. وفي نفس الوقت بس ما يكون يعني أقل من 5 دقائق علشان ياخذ الطعم. هذه أحلى فقرة عندي، إني آكل اللحم كذا من الصفرية مالي. وفي نفس الوقت هي يعني عشان تشوفي الملح، تشوفي الفلفل الأسود، كل شيء مضبوط. الحين هنا جينا الفقرة الأخيرة أو السر الأخير من أسراري في هذه الوصفة، إني أضيف جبنة بارميزان. وراح أوريكم النوع اللي أنا أستخدمه. طبعا في أنواع تقدر تستخدمي اللي تحبيه، بس هذا النوع أنا أحبه واجد. فاستخدم جبنة البارميزان وأحط منها على كذا فوق الطبق، يعني كلمسة أخيرة يعطي طعم ثاني خيال. هذا النوع اللي أنا استخدمه.
وبكذا وصلنا لنهاية الفيديو، بالعافية عليكم، وأتمنى يكون عجبكم، وأحب أخبركم أني أنتظر طريقتكم تحت في الكومنت. أوكي، ضروري عشان كل واحدة تجرب طريقة أختها. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي، ومع السلامة.